عمرك سألت نفسك هو إيه الفرق بين التوبة والاعتراف في الكنيسة الأرثوذكسية؟ المعلومة اللي ممكن تدهشك، التوبة والاعتراف مش نفس الحاجة، لكن الاتنين مربوطين ببعض زي النفس والجسد. التوبة هي اللحظة اللي قلبك بيصرخ فيها، لحظة الندم الحقيقي ورغبتك إنك ترجع لربنا. التوبة بتبدأ جواك، بينك وبين نفسك، بينك وبين ربنا. لكن الاعتراف هو الخطوة اللي بتكمل الرحلة. لما بتقف قدام أب اعترافك، انت مش مجرد بتحكي خطاياك، انت بتاخد قوة وسر من الكنيسة نفسها. الأرثوذكسية بتقول التوبة هي البداية والاعتراف هو الخاتمة. التوبة زي إنك تعترف لنفسك إنك محتاج تتغير، والاعتراف هو إنك تاخد العلاج الروحي اللي يحميك ويقويك. من غير توبة الاعتراف بيبقى كلمات، ومن غير اعتراف التوبة ممكن تفضل ناقصة ومهزوزة. الفرق الجوهري، التوبة بتبدأ من القلب، الاعتراف بيكتمل بالكنيسة، وده ليه قوة سرية عظيمة. ربنا بيدي غفرانك على لسان أب اعترافك، وتطلع خفيف كأنك مولود من جديد. لو الموضوع لمس قلبك، اعمل متابعة دلوقتي وشارك الفيديو ده مع حد محتاج يسمع الكلام ده، يمكن يكون سبب خلاصه.